العصائر والمشروبات أكثر الأشياء المطلوبة في رمضان. واليوم إن شاء الله راح نشارك معكم مركز الليمون بطريقتين مختلفتين، يمكن تحتفظي به في الثلاجة ولا في المجمد لأكثر من سنة، وراح يكون أساس للعديد من العصائر والمشروبات اللي راح نشارك معكم بعضها في هذا الفيديو بحول الله. السلام عليكم ومرحبا بكم البنات، إن شاء الله يلاقيكم فيديو نهار اليوم وانتم في أحسن أحوالكم. بما أن في موسم الحمضيات والقارص ولا الليمون راهو متوفر بكثرة في الأسواق وبأسعار جد معقولة، وأفضل طريقة ننصحك أنك تحتفظي به هو مركز الليمون اللي يمكن تحتفظي به لأكثر من عام في المجمد بلا ما يصرى له والو. أنا هنا خذيت حوالي 10 كيلو من القارص، غسلته مليح هكذا تحت الماء، ومن بعد نغمره بالماء، نضيف له كمية من الخل، نخليه حوالي 10 دقائق إلى ربع ساعة، ومن بعد راح ناخذ الحبات ونمسحهم مليح من كل الماء الزائد ونشفهم. بالنسبة للطريقة الأولى راح ناخد هذه القشرة تاع البطاطا ونبدأ نقشر في حبات القارص بالشكل الموضح في الفيديو، ونحاول ناخد فقط القشور اللي الفوق يجي صفر، ما نلحقش لهذيك القشرة البيضة. وإلا قشرتي وجاك هذاك الأبيض حاولي تنحيه بالموس ولا تكرطيه شوية بالموس حتى تتخلصي من هذيك هذيك القشرة البيضاء، لأنها هي اللي راح دير لك المرارة. هنا خذيت 3 كيلو من القارص، راح ندير معاهم كيلو ونص من السكر، وهنا ما يخلعكمش كمية السكر لأنه هذا مركز، من بعد ما نضيفوا له ولا إضافة. حطيت كل كمية السكر على هذاك القشرة تاع القارص، نحركها هكذا مليح حتى ونحاول أن نضغط عليها بهذا الشكل حتى هذاك القشور يطلقوا هذيك الزيوت اللي في القشر. نخليهم بجيه ونروح نقشر الحبات القارص مليح. انا هنا استعملت المغرف وراح تعاونكم بزاف بهذا الشكل. نزيد نحي كل هذوك القشور، كل القشر هذاك الابيض حاولي تتخلصي منه لانه هذا اللي راح يدير لك المراره في العصير. ومن بعد نقي مليح حبة القارص بهذا الشكل، ناخذ كل القشر هذاك الأبيض، ومن بعد نزيد نحل الحبة بالشكل الموضح في الفيديو، وناخذ هذاك اللي يجي في النص تاع الحبة. هادو هما اللي كون ما تخليهم هما اللي راح يمدوا لك المرارة من بعد في العصير ديالك. نكمل بنفس الطريقة. هنا عاودت فقط نوري لكم كيفاش نقشر. هنا المغرف راح تعاونكم بزاف البنات. تنقيو القارص، هنا كيما تشوفوا نقيها هكذا بهذا الشكل مليح، ونتخلص من كل هذوك الطبقة البيضاء اللي في القارص، نخلي غير الطبقة تاع القارص. نزيد نحي هذه اللي تجي للداخل، ونكمل كل الكمية بنفس الطريقة. ومن بعد راح نقطعها هكذا بشكل عشوائي، ومن بعد نشوف هذوك البذور كلهم راح نحيهم. حاولي تنحي كل البذور لأنها هي اللي راح تعطيك المرارة ومن بعد في العصير ديالك. نكمل كل الكمية بنفس الطريقة. هنا كما تشوفوا البنات هذوك القشور راح يذبالوا هكذا مع هذاك السكر، ومن بعد راح نضيف عليهم كمية القارص اللي كنت قطعتها، ومن بعد نبداو نخلطوا المكونات مليح مع بعضها حتى تندمج. واذا صبتي بذور راح تتخلصي منها. نخليو الخليط يرتاح حوالي نصف ساعة حتى يذوب هذاك السكر ويندمج مليح مع القارص، ومن بعد مباشرة نرحيوهم بالبرا ميكسور ولا في البلندر على حساب المتوفر. كي تخلي الخليط يرتاح حوالي نصف ساعة راح يذوب هذاك السكر، وهذوك القشور راح يذبالوا وراح ترحيه بكل سهولة. بعد ما نرحيوه راح نتحصلوا على هذا القوام، راح ناخذوه مباشرة ونصفيه مليح، وهنا راح نتحصلوا على مركز الليمون اللي تقدري تحضري به عدة وصفات. بالنسبة لهذا الشوائب ما نرميوهمش، راح نضيف لهم كمية من الماء ونحضرهم كعصير. بالنسبة لطريقة الاحتفاظ يمكن تحتفظي بهم في الثلاجة، راح يبقى لك بهذا الشكل لمدة شهر وأكثر. وفي المجمد راح نحطوهم هكذا في علب بلاستيكية ولا في أي علب متوفرة عندك وتحطيهم في المجمد.
بالنسبة لي الكمية الثانية راح نضيف لها أوراق النعناع اللي نكون غسلتهم مليح ونقعتهم في كمية من الماء اللي فيه الخل لمدة 10 دقائق ومن بعد نشفهم مليح. وراح نضيفوا فقط الأوراق البنات، ما نضيفوش الأغصان لأنهم هما اللي راح يديروا لكم المرارة. نرحيوهم مليح بالبراميكشر ولا في البلندر، وراح نتحصلوا على مركز المخيط اللي يجي من أروع ما يكون. أن هذا العصير اللي لازم يكون حاضر يوميا على الطاولة الرمضانية ويفضلوه بزاف في العائلة. راح نحطوه كيف كيف في العلب هكذا ومباشرة ندخلوهم للمجمد. نروح مباشرة للطريقة الثانية اللي أنا شخصيا نفضلها وتقريبا معتمدتها. راح ناخذ كاس من السكر ونبدا نسكرفج عليه الزاز تاع القارص اللي راح نعصره. ناخذ هكذا حبة القارص ونبدا نسكرفج هذاك الزاز اللي يجي الفوق فقط، ما نلحقش لهذاك الابيض، ناخذ غير هذاك الصفر اللي الفوق، لانه هذاك القشره دائما البيضاء هي اللي راح تمدلنا المراره. هنا كما تلاحظوا البنات أنا نسكرفش مباشرة الزاز فوق السكر حتى ما نضيعوش هذوك الزيوت والنكهات اللي في القشرة تاع القارص. نكمل نسكرفج هكذا كل الكمية ومن بعد راح نخلط مليح الزاز مع السكر ونخليه بجي حتى تندمج النكهات ويطلق هذاك الزاز كل النكهات اللي فيه. نروح مباشرة نعصر كمية القارص اللي راح نديرها. يمكن تستعملي هكذا العصارة اليدوية، واللي متوفرة عندها العصارة الكهربائية راح تكون أحسن، وراح تكملي تعصري الكمية المتوفرة عندك في أسرع وقت. كملت عصرت كل الكمية بنفس الطريقة ومن بعد مباشرة للقاعدة اللي نطبقوها في هذا المركز. في هذا المركز راح نعتمدوا على الكيلات ماشي بالميزان. لكل كاس من العصير القارص راح نديروا معاه كاس من السكر، وما ننساوش الكاس اللي درناه في البداية. راح نضيفوا له هكذا كاس من عصير القارص، ومن بعد راح نبدا نحسب في الكمية اللي خرجها لي القارص. هذيك الكمية هي نفسها نضيفها سكر. أنا هنا مثلا درت 6 كيسان من عصير القارص، راح نضيف معاها 6 كيسان من السكر، بلا ما ننساو الكاس الأول اللي نضيفوا له الكاس من العصير. أنا بالنسبة لهذو اللي يكونوا الفوق في العصارة يمكن تضيفيهم مع الخليط، صح أنا ما نفضلش نحطهم لأنهم يطلقوا لي شوية المرارة. كملت بنفس الطريقة مع كل كمية عصير الليمون اللي كنت تحصلت عليها. كما تشوفوا ما شاء الله القارص كي يكون في وقته راح يعطيك كمية كبيرة من العصير. هنا راح في كل مرة نبقى نخلط هكذا في السكر اللي يهبط للتحت حتى يذوب تماما. راح نبقى نحرك نغطي عليه ومن بعد مرة على مرة نجي نحركه حتى نحس باللي هذاك السكر ذاب تماما. الأحسن تخليه عدة ساعات، أنا خليته ليلة كاملة وكما تشوفوا راح تصيبوا هذاك السكر ذاب تماما. إذا كانت عندك سخانة بزاف يمكن تحطيه في الفريجيدر. هنا بعد ما خليته ليلة كاملة راح نصفيه وراح نتحصل على أروع مركز ليمون ممكن تحضريه. يمكن تحتفظي به في هاد لي كوبلي ولا في علب بلاستيكية على حساب الرغبة. بالنسبة لهاد الخليط اللي نتحصلوا عليه بعد ما نصفيوه يمكن نحتفظوا به في علب هكذا ولا في هاد لي كوبلي نغطيو عليه ونحطوه في المجمد، وراح تضيفيه الحلويات ولا العصائر وراح يكون بزاف هايل. كما تقدري ديري به عصير مباشرة. هنا بالنسبة لهذا المركز راح نحتفظ به بهذا الشكل في علب ونحطوهم في المجمد، وراح يبقوا لنا الأكثر من سنة بلا ما يصرى لهم والو. بهذا الشكل أنا نفضل نحطهم في هذا العلب البلاستيكية لأنهم ما راحش عفوا ياخذوا لك بلاصة في المجمد. راح نحطهم هكذا فوق بعضهم في المجمد وما راحش ياخذوا لي بلاصه. بالنسبه للكميه الثانيه كما في الوصفه الاولى خذيت فقط الاوراق تاع النعناع، بعد ما نكون غسلتهم ونقعتهم في شويه خل ونشفتهم مليح ونضيفهم الى كميه من مركز الليمون. نرحيهم هكذا مليح حتى نتاكد باللي النعناع هذاك ترحلنا مليح.
هكذا بالبرا ميكسر ولا في البلندر، ومن بعد راح نضيفوه للخليط تاع مركز الليمون، وراح نتحصل على أروع مركز موخيتو ممكن تجربيه. بنفس الطريقة راح نحطو هكذا في هاد العلب البلاستيكية، ومباشرة راح نحتفظ بهم في المجمد، وراح كما قلت لكم يمكن تحتفظي بهم في المجمد العام بلا ما يصرى لهم والو. كيما تقدري تحتفظي بهم فقط في الثلاجة بلا ما تحطيهم في المجمد، وراح نحطوهم هكذا في علب محكمة الإغلاق، ونخليوهم فقط في الثلاجة بلا ما نحطوهم في المجمد، وراح يبقى لك بنفس هذا القوام والذوق لأكثر من شهر بلا ما يصرى لهم والو. وهنا بالنسبة لهذوك الشوائب اللي يبقاو لنا بعد ما نكونوا صفينا المركز، كما قلت لكم يمكن تحطوهم هكذا في لي كوبلي وتحطوهم في المجمد، كما تقدروا تضيفوهم كمية من الماء وتقدموهم كعصير يجيو بزاف بنان. نفس الطريقة بالنسبة للشوائب اللي يبقاو لنا من العصير الأول، كون ضفت لهم كمية من الماء وقدمتهم بهذا الشكل، ونزينوهم بشرائح القارص وأوراق النعناع، وبالصحة والراحة. هذا بالنسبة للوصفة الأولى اللي كنت حضرتها معاكم، راه أجمد تماما وهذه النتيجة تحصلوا عليها. كي تحبي تستعمليه راح تاخذي فقط كمية من العصير وراح يبقى بهذا الشكل، ما راحش يجمد البنات في المجمد مهما قعد حتى العام، راح يبقى بنفس هذا القوام، ما راحش يجمد نهائيا. غير تحبي تستعمليه راح تاخذي كمية بهذا الشكل، تضيفي له الماء ولا كمية من الفواكه اللي تفضليها، وراح تحصلي على أروع عصير، سواء بالنسبة للعصير وحده ولا اللي ضفنا له النعناع. هنا راح نشارك معاكم بعض الطرق اللي تقدروا تستعملوهم. هنا خديت كمية من مركز الموخيتو، راح نحطوه هكذا في كاس، نضيفوا له كمية من الماء البارد ونقدموه بالصحة والراحة. كمية الماء تبقى على حساب الرغبة، إذا حبيتيه شوية خفيف ولا حبيتيه شوية عاقد يبقى على حساب الذوق. هنا خذيت كمية من مركز الليمون اللي وحده، نضيف له كمية من الماء البارد، وراح نزينه بشرائح الليمون بهذا الشكل. بالنسبة للعصير الثالث راح نديروه بمركز الليمون والفراز. خذيت هنا كمية من الفراز، نضيف عليها كمية من مركز الليمون وكمية من الماء البارد، ونرحيهم مليح بالبرا ميكسور، وراح نتحصل على ألذ عصير فراولة ممكن تجربوه في أسرع وقت ممكن. راح نزينوه بحبة من الفراز ونقدموه بارد منعش ما شاء الله. أنا عندي مركز التشينا ولا البرتقال، حضرته بنفس الطريقة، فقط تختلف كمية السكر. إلا حبيتوا الوصفة راح نديرها لكم في فيديوهات مقبلة بحول الله. ضفت لها شوية من مركز القارص وكمية من الماء البارد، نخلطوه مليح ونقدموه، وهذو العصائر اللي تقدري تحضريهم. بالنسبة للفواكه، أي فاكهة متوفرة عندك يمكن تضيفي لها كمية من المركز وتقدميها، وراح تحصلي على أروع عصير. وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا من وصفاتنا لنهار اليوم، نتمنى يعجبوكم وتجربوهم وتخليوا لنا آراءكم في التعليقات. إلى فيديو المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.